هذه القصيدة من كلمات الشاعر خليل علي صالح معزب، الملقب بالقريشي، محافظة إب، مديرية الشعر، عزلة الأملوك، قرية الهلتي. شكر وتقدير للشاعر المعتصم عبد الخالق معزب، بصوت المنشد مجاهد عيون. يمن الإبداع. لقيت البدر طالع من مقامه، وأول ما ظهر سهمه رماني، غزا قلبي وأسرع في اقتحامه، وسأر القلب لمسكن وحامي. ألا يا ليلى دان يا ليلى دانا، ودق القلب لبأول علامة، عرفت انه اكيد هذا الحمامي، عشقت قبل ما فك اللثامة، واصبح لي مرافق في منامي. ألا يا ليلى دان يا ليلى دانا، فقلت البدر غطيت غمامه، فلو تفتش اشوف نوره امامي، في ابعدها اشوف اصل الوسامة، وانا لك منتظر في شوق حامي. ألا يا ليلى دان يا ليلى دانا، في قلب شرفي الدنيا السلامة، فتش وجهي قمر في شكل ثاني، فقلت اليوم قد قام القيامة، وشوف عندي من الغيد الغوالي. ولا يا ليلى دان يا ليلى دانا، غزال الشعر يعجز في كلامه، على وصف اكيد تعجز لساني. يمن الإبداع. رشيق الجسم له بالخد شمام، وفي فم عسل ليته سقاني. ألا يا ليلى دان يا ليلى دانا، ولا ماشية كما ماشي الحمامة، ويترنح كأنه غصن داني، وعنقه زاد له هيبة وهامة، ولا في الصدر أشياء ساباني، وصوت اللحن في نبرة كلامه، أحس الدفء صوته والحناني، وزاد الحسن ذيك الابتسامة، وكل ما عبره فيها رواني. ألا يا ليلى دان يا ليلى دانا، وقال والله لو ما اخشى الملامة، لسلم لابو قيصر زمامي، وأرواني بحب واحترامه، شرب من كاس ذي من سقاني. ألا يا ليلى دان يا ليلى دانا، أنا أحبه وذايب في غرامه، وقلبي اليوم في بعده يعاني، أنا أهوه وما بخشى الملامة، وما بحسب لحاسد أو لشاني.